السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل معاكم الفطير المشلتت بالسمنة الفلاحي. اول حاجة نقول بسم الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ونبدأ معانا 2 كيلو دقيق وسمنة ومية وطبق للعجن. اول حاجة هحط ال2 كيلو دقيق في الطبق، والمية يا جماعة اللي انا جايباها مية فترة من الحنفية، وعليها معلقة سكر ومعلقة ملح. اهو هبدأ بقى انزل واحدة واحدة بالمية، ومش هنزل بالمية مرة واحدة. ليه؟ لاني مش كل الدقيق زي بعضه. الدقيق انواع بيختلف، ممكن انا دقيقي ياخد مية كتير، ممكن انت دقيقك ما ياخدش مية كتير. فما تخليش المية بتاعتي مقياس لايه للعجن بتاعك مثلا لو انت هتعمليه. اهو يعني انا خدت حوالي 2 من الدرق ده. بالراحة بنزل واحدة واحدة. اهو بلم الاول الدنيا كده، وبعدين ابدأ واحدة واحدة. اهو هملى تاني معايا الدرق مية. اهو ارجع لكم تاني اهوت بملاه بس. وما تنسوش يا جماعة تحطوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اهو زي ما انت شايفة، وما تخافيش من العجينة. ولو حتى لا قدر الله المية كترت منك او كده، ممكن نعالجها بشوية دقيق. ليه؟ لان دي مش مثلا بيتيفور ولا بسكوت ولا كده فمقاديره مظبوطة، فلو زودت هتبوظ منك. لا، ده عبارة عن مية ودقيق وبس. اهو بنزل بواحدة واحدة. اهو بلم العجينة كلها من تحت ومن فوق. اهوت اهي لزقت معايا شوية احط شوية دقيق، ما لزقتش خلاص. اهو المها كلها. ايوه كده نزلت اهو كده خدت دور 2 من الدرق ده. اهو بلم كله من فوق وتحت كده، وهرجع تاني احطها على الرخامة واخدمها معاكم. اهو كده انا بلم اهو اللي حواليها كله، وهرش الرخامة بقى ايه بدقيق عشان ابدأ انزلها من الطبق وكده. اهو هرش كده. انا بوريها لكم ان انا عجنتها عشان اخدمها كويس. بقى ايه برش الرخامه دي، وما تخافيش الدقيق مش العجينه مش هتشرب الدقيق، انا بس عشان ما تلزقش معايا في الرخام. اهو كده بنزلها كلها ايه شايفينها فيها تلزيقه بسيطه خالص، بس برضو مش هتلزق معايا في الاخر. اهو ده كده بنسميه ايه بتخدمي العجينه عشان تلم معاكي كلها وتبقى ناعمه وكده. اهو دقيقة ولا حاجة كده مش هتاخد منك كتير يعني. اهو لو عندك عجان افضل واحسن بكتير. ليه؟ لان هيسهل عليك على طول، وخصوصا لو انت مثلا هتعملي كمية. اما لو هتعجني عادي كده على فكرة مش متعبة برضو يعني، خصوصا لو انت هتعملي على قد كيلو 2 3. تمام. اهو كده حسيت ان الرخامة بدأت محتاجة شوية دقيق، حطيت شوية دقيق على الرخامة. اهو وهلم تاني معاكم. اهو اهو كده هي اتلمت معايا اهي كلها. اهو ما تقلقيش منها خالص، مش هتلزق ولا اي حاجه. شوف انا كنت حطاها منزلاها من الطبق بتلزق في ايدي شويه، لا خلاص اول ما خدمتها كده معايا اهو ما بقتش تلزق. بقى احطها بقى في الطبق ترتاح شويه، عشان مش هينفع طبعا اشتغل فيها كده على طول. هي هترتاح مش هتخمر لانها ما فيهاش خميره، هترتاح شويه ونبدا نشتغل فيها على طول. يعني حوالي ربع ساعه. اهو كده بعد ما ربع ساعه عدوا رشيت تاني رخامه دقيق. هبدأ أفرد العجينة كلها اللي هي كمية ال2 كيلو، هفردها كلها بطول الرخامة لحد ما سمكها يوصل حوالي يعني نص سنتي سنتي بالكتير كده. اهو شايفة عشان ارتاحت كويس وخدت راحتها اهو في الوقت بتتفرد معايا كويس ازاي. اهو اهو افردها كلها بعود الرخامة كلها اهو، عشان مش عايزاها تخينة علشان تبقى مورقة معايا. اهو كل ما افردها كلها كده، كل ما تفردي قوي كل ما تورق معاكي وتبقى حلو. اهو وعادي انا برضو لو عملتها بايدي هتتعمل. اهو كده ديت بطول الرخامة عندي اهيت، والسمك بتاعها رفيع خالص اهو بوريهولكوا. هبدأ بقى ايه عندي سمنة. انا طبعا خارجاها دي اللي انا بقول لكم السمنة اللي هي الجاموسي، انا خارجاها من بدري.
لا هي مجمدة ولا هي سايحة. شايفة؟ يعني انا باخد من الطبق وبحط كده بتتفرد معايا اهو. هفرد العجينة كلها بالسمنة اهوت عشان اما ابدأ المها تبقى مورقة معايا اهو. عايزة تحطي السمنة بايدك مفيش مشكلة، بس هي عشان السمنة سهلة معايا وكده ما بتتعبنيش بالمعلقة اهو. بوزع في كل النواحي، من ناحيته ومن ناحيته ومن كله، ما بتسيبيش جنب فيه ما فيهوش سمنة، من كله اهو. هعملها كلها اهوت اهو كده. بقول لكم اهوت انا كده عملتها كلها اهو. هبدأ بقى الفها زي رول كده طويل اهو كلها اهي. شوفي بتطلع معايا كويسة ولا لازقة في الرخامة ولا شاربة دقيق ولا اي حاجة خالص اهو. الكمية دي يا جماعة 2 كيلو دقيق، وخدت معايا حوالي 500 جرام سمنة، نص كيلو. تمام اهو. لميتها كلها هبدأ بقى اقطعها كده بالسكينة المقاس اللي انا عايزاه. يعني هي عملت معايا حوالي 2 فطيرة كبار و3 وسط اهو. عايزة انت تخلي مثلا 4 كبار مفيش مشكلة، عايزة تخليهم كلهم صغيرين برضو مفيش مشكلة، يعني التقطيعة ديت زي ما تحبي انت اهو. تمام اهو. هبدأ بقى هو تقلمها حاجة بسيطة من الجناب، هسيبها برضو تريح تاني. يعني كده احنا هنريحها 3 مرات، مرة اما اتعجنت، والمرة التانية اللي هي دلوقتي اهي، والمرة التالتة بعد ما افردها تاني واحطها في الصينية. هتشوفوا معايا دلوقتي اهو اهو. كده ايه كده عملت بقولك اهو. كده معايا 5 همت، 2 كبار و3 وسط اهو، او 2 كبار و2 وسط وواحدة صغيرة اهو. حطيت حوالي حبة زيت صغيرين خالص على الرخامة. شوفي بتتفرد معايا بسهلة وبسيطة خالص ازاي، عشان واخدة وقتها في الراحة بتاعتها اهو. استريحت كويس. بفردها كده، وهبدأ افردها اكتر بالنشابة عشان انجازا لوقت الفيديو اهو. انما هي لو هفردها بايدي مش مفيش مشكلة، بتتفرد معايا خالص اهو. بعد ما بفردها خالص كده خالص وما خليهاش تخينة، ببدأ اعمل ايه برضو، بجيب المعلقة واحط السمنة، بس مش هكتر المرة دي، لان انا قبل كده في الاول خالص لما كنت بفردها كنت مكترة السمنة. فالمرة دي هحط برضو نسبة بسيطة مش كتير، ان انا بصراحة مش بحب سمنته كتير. في ناس بقى بتحب سمنته كتير، دي برضو براحتك انتي، زودي السمنة براحتك، بس ما تقلليه زيادة عن اللزوم عشان بيبقى ايه، ناشف وكأنك بتاكلي عيش، مش هتحسي بطعم الفطير اهو. كده انا بفرد اهوت السمنة، وبرضو اهو زي ما انتوا شايفين المرة دي انا ما كترتش قوي اهو. حط برضو من كل النواحي، مش هسيب حتة مش هحط فيها اهو. فردتها كلها اهي اهو. هبدأ بقى ألمها كلها كده، وهلمها لم عشوائي، يعني مش ان انا مثلا بعملها حاجة مظبوطة، لا، ألمها لم عشوائي اهو، واسويها واظبطها. وهجيب عندي الصينية، وابقى حاطة في الصينية ايه، احط حوالي حبة زيت صغيرين خالص، نقطتين زيت كده، بحيث ان انا ايه افردهم اهو في الصينية. دي الصينية الكبيرة اهو، حبة زيت بساط وافردهم بايدي كده، واحط معايا الاولانية اهي، واسيبها ترتاح شوية. يبقى ديت ايه اللي ارتاحت تاني مرة اهو. كده عملت الكمية هم 5 يا جماعة، زي ما قلت 2 كبار 2 وسط واحدة صغيرة اهو. اسيبها بقى تفتح كمان شوية. بعد ما ارتاحت بقى اهيت، هفردها معاكم بقى خلاص. ديت الفردة النهائية بقى، دي الاخيرة خالص اهو. هفردهم ال5 بقى. وفي الوقت ده انا مشغلة الفرن ومشغلاه عالي، اعلى حاجة عندك، ان الفطير بيحب النار العالية، لان لو هديتيله النار بينشف كده ماشي اه. لو الفرن بتاعك بإيد وش وأرضية مع بعض مفيش مشكلة، ايديهم الاتنين. لو بإيد تحت بس لوحده وفوق لوحده، ايدي تحت. ولو احتاجتي الوش يحمر شوية ممكن تقيديله الشواية ياخد لون بسيط، مفيش مشكلة اهو. شوفي يا جماعة بمنتهى السهولة،
لا بتتعبني ولا الدقيق وحش ولا الكلام ده. وبرضو انت بتجيبي حاولي تجيبي نوع دقيق كويس، عشان في دقيق يا جماعة بيطرد السمنة، ما بيشربش السمنة. اهو كده انا عملت ال5 وفردتهم. كده انا كان عندي وش اللبن حبة قشطة، هبدأ ادوبهم كده اهو، وهفردهم بالفرشة على وش الفطير. القشطة دي بتنفع قوي يا جماعة في كل حاجة والله، وخصوصا لما تكون موجودة عندك في البيت. اهو زي ما انت شايفة اهو، اعملهم ال5 كلهم على وشهم اهو، وهبدأ ايه ادخلهم بقى الفرن. وزي ما انا قلت انا مجهزة الفرن كده بعد ما ال5 استووا كلهم اهو يا جماعة اهو. شايفين الشكل ومورقة وحلوة، بس انا كنت بصور اهوت بايدي فمش عارفة اهو اقطع لكم حتة واوريها لكم، بس بجد جميلة. متنسونيش بقى في اللايك، ومع السلامة.